السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة وزي ما بقول كل حلقة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026. وخلال الأيام الأخيرة اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر ترجع على القناة هتلاقيهم موجودين وبالترتيب وتتفرج عليهم براحتك. فجايين النهاردة في حلقة جديدة ومسلسل جديد جايين نتكلم عليه، والمسلسل اللي معانا النهاردة واحد من المسلسلات اللي انا حماسي ليها عالي جدا جدا وحاطط لها توقعات، وهو مسلسل فرصة أخيرة. محمود حميدة وطارق لطفي، انا حاسس ان انا داخل على ماتش تمثيلي اتفرج عليه عالي جدا جدا. طارق لطفي سيبك من مسلسل العتاولة الاول والثاني، سيبك من دول ما تحطهمش، دول تحس ان انت ايه، طارق لطفي كان بيحاول يغير جو فقال لك اعمل حاجه كده. لكن ارجع اتفرج على طارق لطفي في مسلسل جزيرة غمام لما كان قايم بدور الشيطان ده احمد امين، اداء تمثيلي جبار. تخيل بقى طارق لطفي محمود حميدة، يعني احنا مش محتاجين نتكلم عن محمود حميدة يا جماعه، محمود حميدة اسمه بس يكفي. تتخيل الثنائي دول اللي عندهم اداء تمثيلي عالي جدا، حتى ده بان من الاعلان اللي نزل ان الموضوع متاخد جد، ومش بس جد حتى الاحداث، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه. وتعالوا دلوقتي نخش في الحلقه. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل فرصه اخيره هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. احنا طبعا عارفين ان دي اخر قضيه في مسيرتك. بنت جميله مقتوله على الطريق، خريج جامعه اجنبيه. نادي على المتهم. المحاكمة. بسم الله. ومسلسل فرصة أخيرة. تعالوا الأول نتكلم ونتعرف على أبطال وصناع المسلسل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الألقاب للجميع: محمود حميدة بشخصية يحيى الأسواني، طارق لطفي بشخصية بدر أباظة، محمود البزاوي بشخصية نسيم الماضي اللي هيكون محامي بدر، علي الطيب بشخصية المقدم بسام، ندى موسى بشخصية دلال يحيى الأسواني، سينتيا خليفة اللي هتكون قايمة بدور فريدة زوجة بدر، ويوسف وهبي عمر أباظة. وطبعا مسلسل فرصة أخيرة من تأليف قصة أمين جمال، طبعا مؤلف مسلسل المداح، وسيناريو وحوار محمود عزت. طبعا مسلسل فرصة أخيرة من إخراج أحمد عادل سلامة. طبعا مسلسل فرصة أخيرة يتكون من 15 حلقة وهيتعرض على قناة أون ومنصة واتش. ودلوقتي وبعد ما تعرفنا على الأبطال وصناع العمل، تعالى دلوقتي نخش في قصة وأحداث المسلسل. كلمه منك هتراضي الكل. بنشوف ان في قاضي مشهود ليه بالنزاهة بيلاقي نفسه قدام اختيار مصيري بيحطه على المحك، حيث ان احنا هنشوف ان حفيدته هيتم خطفها للمساومة على عدالته وعلى نزاهته عشان يصبح محاصر ما بين انقاذ حياة حفيدته او الثبات على مبادئه اللي عاش طول عمره يدافع عنها. طبعا بتدور احداث المسلسل في اطار درامي تشويقي حوالين قاضي زي ما قلنا ان هو معروف بنزاهته ومبادئه الشديدة، واللي هيكون قايم بدور القاضي هنا هو النجم محمود حميدة يحيى الأسواني. من الأول الدنيا ايه وتبقى موجود معايا على طول. يعدها اللي بيلاقي نفسه زي ما قلنا برضو في اختبار صعب واختبار اخلاقي كبير لما بيتم اختطاف حفيدته وتهديده بقتلها لو ما قامش بتبرئة احد المجرمين الكبار واحدى القضايا الكبيرة. روزا اتأخرت. يعني ايه مش تقريبا؟ انا كنت بنت راجل غايب طول الوقت، لكن تنقلب حياته لما بيدخل في مواجهة شرسة وزي ما قلت مباراة تمثيلية كبيرة مع أحد رجال الأعمال الكبار، رجل أعمال غامض، وهنا هيكون هو طارق لطفي بدر أباظة. انا ربنا حرمني من الخلفه بس عوضني بيك. انت عارفه دي انا بحبك. أنا النهارده هخلص ان شاء الله. واللي هنشوف ان هو هيكون هو المسؤول عن كل الاحداث اللي بتحصل دي عشان نشوف محمود حميدة قدام اختيار صعب، ومش بس اختيار صعب، ده بيلاقي نفسه قدام فرصة اخيرة للاختيار ما بين مبادئه ونزاهته قضائية او حياة حفيدته. فاهمه وحاسه يعني ايه بنت ابوها مش موجود في حياتها. انا اعمل اي حاجه عشان ارجع حق فلوس. مش هدخل البيت ده تاني غير وبنتك في ايدي. وده هي الاحداث اللي هيدور حواليها مسلسل فرصة اخيرة. وده شيء يخلينا نيجي للسؤال بتاع كل حلقة: هل انا متحمس للمسلسل ولا لا؟ بدون ادنى شك انا جاوبت في اول حلقة واحد من المسلسلات اللي هنتظرها وبشدة. محمود حميدة وطارق لطفي، انت بتمسك كوباية الشاي كده وتقعد تتمزج وانت بتتفرج على المسلسل ده. قضية أنا مكلف بيها. بدكم الحته دي على دماغ اصحابي. كلمه منك هتراضي الكل.
غير ان المسلسل ده 15 حلقه، فالاحداث هتكون سريعه وكتير، والاداء التمثيلي اللي هتشوفه من الشخصيتين دول واكيد من الابطال المتواجدين في المسلسل، فانا متحمس للمسلسل فرصه اخيره. وانت برضو تقدر تحت في الكومنتات تشاركني في رايك، هل انت متحمس للمسلسل وهتشوفه ولا لا، وايه رايك في طارق لطفي واعماله خلال الفتره الاخيره، واتمنى انك تتجنب العتاوله 1 والعتاوله 2، دول كانوا سقطه عند احمد السقا طارق لطفي. طبعا محمود حميده واحد من اهم النجوم المصريه المتواجده حاليا، فمنتظر وبشده. وبس كده طبعا احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل فرصه اخيره لمحمود حميده وطارق لطفي، فاتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه، سلام.